السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى، النهارده هنعمل حاجة جميلة قوي 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 للصيف وللعرق، ومش هتخلي عندنا ريحة عرق خالص خالص خالص، بالعكس دي هتخلي ريحتنا حلوة جدا جدا جدا. هنجيب اول حاجة عندنا شابة. انا جايبة كيسين، كل كيس تمن. ليه؟ علشان أنا هاعمل كل تُمن بريحة مختلفة عن التاني. يعني هاعمل واحد رجالي بessence perfume رجالي، وهاعمل واحد حريمي أو بناتي. هاحط عليه مسك الطهارة الأبيض، أو لو مش عندِك ممكن تجيبي، أو مش بتحبيه ممكن تجيبي essence perfume برضه تكوني بتستعمليه وبتحبيه. التمن لو هو مثلا كوباية، ماشي، بنحط عليه نص كوباية بودرة تلج. بودرة تلج برضو جميلة جدا 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 للجسم، وحلوة قوي. مع الشابة أنا بجيبها مطحونة، مطحونة من عند العطار. لو انت عايزة تجيبيها سليمة وتطحنيها بيبقى أفضل الصراحة يعني. بس أنا الصراحة بجيبها على طول مطحونة، بكسل ان انا اجيبها واطحنها يعني. آه، هنقلبهم كويس جدا جدا مع بعض، تمام. وبعد كده بقى هحط عليه ده قصانص برفيوم رجالي. آه، تمام. ويبقى ده يستعمل للرجال او للولاد، وده للبنات. ده هحط عليه مسك الطهارة، تمام. هنقلبه بقى كويس جدا، نفركه كويس جدا جدا بايدينا كده، علشان القصنص يدخل في كل حباية من الشابة. هنستعمله ازاي بقى؟ بعد الحموم، واحنا لسه في الحمام طبعا. انا بعد كده هفضيه في العلبة بتاعت بودرة التلج، واحنا لسه في الحمام نخليها دي ما تتشالش من الحمام خالص. نبدر بقى كل الاماكن اللي هي بتعمل ريحة عرق. ويا سلام بقى لو بدرتي الجسم كله، هيبقى ريحة جسمك تحفة تحفة بجد. انا عمالة اغسل في ايديا، والريحة برضو مش عايزة تروح منها. حلوة قوي، مع اني حطيت ايه حاجة بسيطة، انا ما حطيتش كتير يعني كمان من الاسانس. وال وال المسك الطهارة برضو ما حطيتش منه كتير، وبرضو الريحة برضو قوية جدا يعني. بص، انا قلبته كويس جدا، وبعد كده هحطه بقى في علبة البودرة التلج، وهنحطها بقى في الحمام بعد ما ناخد الشاور. نبدر جسمنا منها، وخصوصا الأماكن اللي بيجي فيها ريحة عرق. مش هتخلي فيه ريحة عرق خالص خالص، بجد حلوة قوي قوي. لازم لازم تجربوها ليكوا وللولاد طول الصيف، حقيقي مش بستغنى عنها خالص.